في عز الليل لما البحر بيبقى هادي والناس نايمة، كان فيه شاب اسمه رامي واقف على شط مهجور بيبص للضلمة كأنها بتنادي عليه. رامي ما كانش شاب فاشل، بالعكس كان ذكي، عنده شهادة وكان بيحلم، بس الحلم كان بيصغر كل يوم. صاحبه عاطف قال له: السفر هو الحل، نركب ونمشي، ما فيش حاجة مستنية هنا غير القهر. رمى أهله ووراه، باع الموبايل واللابتوب وساب لأمه ورقة صغيرة مكتوب فيها: هشوفك قريب لو البحر ما خدنيش. ركبوا المركبة بعد نص الليل، المكان زحمة والوشوش كلها خايفة بس ساكتة. المركبة طلعت من غير صوت والكل ماسك نفسه، لكن في وسط البحر حصل شيء غريب. رامي شاف راجل كبير قاعد لوحده ماسك صندوق خشب صغير، مش بيتكلم مش بيتحرك. كل ما حد يسأله: انت معاك ايه؟ يرد بهدوء: ذكريات بس ما تفتحوهوش. وفي عز الموج المركب مالت والصريخ بدأ، ناس غرت وناس اتصابت وناس لحد دلوقتي مش معروف هما راحوا فين. رامي نجا وصاحبه لا، بس الصندوق لسه مقفول. بعد أيام وهو في مخيم اللاجئين في جزيرة بعيدة، شاف نفس الراجل بنفس الصندوق. رامي قرب وسأله: انت جيت ازاي؟ الراجل ابتسم وقال: أنا كنت هناك قبل الكل وبفضل هناك بعد الكل. ولما رامي سأله عن الصندوق، الراجل سابه جنبه واختفى في الزحمة. رامي فتح الصندوق وكان جواه جواز سفر عليه صورته، لكن بتاريخ وفاة من 3 سنين.